يبقى دلوقتي احنا هنعالج الاساس اللي بيخليك تنسى الكلمات، اللي هو ان انت عندك مشكله في التاسيس، اللي هي حضرتك ما تعرفش تقرا بطريقه صحيحه، ما بتعرفش تكتب تعمل سبيل للورد او تكتب حروف الكلمه بطريقه صحيحه. لو انت يعني عديت اولى ابتدائي هتعرف اصوات الحروف الاساسيه او الحروف الثابته. البي تنطق ب مثلا، الدي تنطق د. طب السي هننطقها ازاي؟ لا السي لها حوار هنعرفه برضو في الفيديو ده ان شاء الله. وعيب عليك تبقى لغتك اللغه العربيه لغه الضاد لغه القران وما انتش عارف تنطق تاء وذال. حرام يعني مش عارفه يعني. سيب الكلام ده للروس مثلا. انا اعرف ناس عملت انترفيو لشركات انترناشونال وما تعينوش عشان نطقهم للبي والبي. فلو انت بقى شايف ان انا مش هعيد الفيديو يا مسمية عشان انا زهقت، لا لو انت ضعيف جدا والكلام ده اول مره تسمعه عيد الفيديو، عيده عشان خاطر نفسك. تاني يا مسمية احنا بنزهق يا مسمية. يا سلام ينطر ما يعدي عليكم كده شورت على التيك توك تقعدوا تتفرجوا عليه وتقولوا ها الدنيا هتحلو، هناكل سوشي في الجو، نقعد نتفرج عليه عادي. اتفرج على الفيديو ده 3 مرات بكره هسالك عليه، بس حرفيا هيفرق مع نطقك وتغيير كل حاجه فيكي يعني. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. العام الدراسي الجديد سنه 2025 واهلا يا جماعه بكل متابعين قناه مور انجلش. مسمية مجيدي معاكم وهنبدا النهارده ان شاء الله سلسله الفيديوهات التاسيسيه بتاعتنا علشان نظبط الدنيا كده ونبتدي بدايه صح تريحنا في بقيه السنه كلها. الفيديو ده مش معمول بس لطلاب ثانويه عامه 2025 حبايب قلبي، ولا معمول لطلاب ثانيه واولى ثانوي بس. الفيديو ده حرفيا هينقلكم نقله ثانيه خالص في الانجليش. ليه؟ لان احنا فعلا بنأسس. معظم الناس لما بتقول فيديو تاسيسي بيبدا معاك من اول مثلا الضمائر، بيبدا معاك من اول مثلا المضارع البسيط والمضارع المستمر اهو ازمنه جرامر، وانا مظبط معاك وقلت لك ان الازمنه هي اهم حاجه. انا على العهد يا رجاله، انا من السنه اللي فاتت وانا بقول يا جماعه في وجهه غلط في تدريس اللغه الانجليزيه في مصر. الوجهه اللي بتركز على القواعد ومهمله تماما الاساس اللي هو بيتبني عليه كل حاجه، اللي هي ايه؟ الكلمات. اللغه يعني كلمات. طب القواعد مالهاش لازمه؟ ليها لازمه، وبنشرحها وبنلخصها وبنذاكرها بطرق علميه جدا وبثبتها في دماغكم. واللي ما اتفرجش على فيديوهات القواعد، فيديوهات 2024 موجوده على القناه، انا مش هشيلها، بس صدقوني اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. فيديوهات 2025 هتبقى نقله ثانيه. ليه؟ لان انا هثبت لكم ان شاء الله السنه دي ان يا جماعه المنهج الحكومه المصري فعلا ممكن ينقل الانجليش بتاعكم نقله ثانيه. تدخل جامعه وانت معاك لغه، مش بس جايب درجه كويسه زي بقيه زمايلكم دفعه 2024، لا انت هتطلع ان شاء الله من المنهج المصري بمستوى C1 في اللغه. وان شاء الله هنأدي الكلام ده اقل حاجه هتوصل لها B2. لو انت تحت الزيرو هتوصل لB2 اللي هو مستوى جيد في اللغه. تمام؟ طيب الفيديو ده معمول لاي حد عايز يتعلم انجلش، اي حد ابتدائي اعدادي ثانوي. لو مامتك بتذاكر لاخواتك الصغيرين انجليزي خليها تيجي تتفرج. انا عارفه المناهج الجديده كونكت وكونكت بلس والكلام ده بتاع الاطفال، ما انا عندي برضو اطفال. المناهج دي صعبه شويه، دي بتعتمد على اللغه، بتعتمد على ان يعني الطالب والمدرس يتعامل مع اللغه بطريقه صح. فعشان كده احنا هنرجع للاساس، هنعالج يا جماعه السبب مش هنعالج العرض. كل الناس هتقول لك عايز تبقى شاطر في الانجليزي احفظ كلمات، وميس ماي دايما بتقول لك الكلمات اللي هيعلي مستواك في اللغه هو الكلمات. طب يا ميس انا اصلا ما بعرفش احفظ كلمات، انا بحفظ الكلمات وبنساها بسرعه، انا عندي مشكله، انا اصلا ما بعرفش الانجليزي ده بيتذاكر ازاي. النهارده جايه ابدا معاك حرفيا من الاي بي سي. ايوه زي ما سمعت اي بي سي. و يعني اعتقد ان ايا كان مستواك في اللغه غالبا في حاجات جديده هتعرفها النهارده، تعلم طرق تخليك تحفظ الكلمات بسهوله جدا جدا وتخليك الكلمات تثبت في دماغك وما تنساهاش، عشان وانت بتشتغل بقى طول السنه مع المدرس بتاعك في السنتر او مع ميس ماي اونلاين او في السنتر. لان احنا ان شاء الله نازلين سناتر في القاهره والجيزه السنه دي، فيعني ده فيديو تاني لوحده مش هنتكلم عليه دلوقتي. يبقى ايه؟ يبقى شغال صح مستريح. الميس بتقول احفظ كلمات وبتشتغل معانا بالطرق الصح جوه الحصص بتاعتنا وجوه الفيديوهات، بس في نفس الوقت انا مش بعاني من المشكله بتاعت انا بحفظ وبنسى. ليه؟ لان انا حفظت صح، اتعلمت صح، وبقيت بتعامل مع الكلمات زيها زي كلمات اللغه العربيه بالظبط. النهارده ان شاء الله تطلع من الحصه دي وانت بتكتب اي كلمه بالانجلش من غير ما تشوفها. يعني انت دلوقتي مثلا خدت كلمه عمرك ما شفتها قبل كده هتكتبها، هتعالج مشكله القراءه عندك. وخلي بالك مشكله حفظ الكلمات مرتبطه بمشكله القراءه. معظم الناس اللي بتواجه صعوبه في حفظ الكلمات بتنسى بسرعه، على الرغم ان هي بتقعد يا عيني وتضيع وقت ومجهود وتكتب صفحات كتير الكلمات وترجع تنسى اغلبها علشان هي عندها مشكله في القراءه. فاحنا النهارده ان شاء الله جايين
عايزين نعالج الايه؟ السبب، عشان ما يبقاش عندنا عرض. ما تديش بقى مهدئات كده ومسكنات تعالج العرض وانا سايبه السبب الاساسي بتاع المشكله، لا. تمام؟ فالنهارده هنبدا اول فيديو في كورس التاسيسي. انا كاتبه ان هو فور secondary school students، يعني لطلاب المرحله الثانويه، بس زي ما احنا قلنا الفيديو ده اي حد اخواتك الصغيرين يجوا يتفرجوا معاك. هنتعلم نقرا اي كلمه مهما كانت شكلها صعب وكبير، ونكتب اي كلمه، والكلام ده ان شاء الله هنعمله النهارده. هتشوفوا قد ايه الفيديو ده هيفرق معاكم جدا خلال السنه ايا كانت مرحلتك الدراسيه. تمام؟ طيب نبدا مع بعض. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقولها بالانجلش. In the name of Allah the most merciful and the most gracious. فنبدا بسم الله. اول حاجه يا جماعه زي ما قلنا هنبدا نعرف اصلا اللغه دي بتتكون من ايه. زي ما قلنا بتتكون من كلمات بالانجلش يعني vocabulary، وعندنا قواعد وتراكيب structure. انا عملت فيديو في الاجازه وقلت لكم ان الكلمات دي كل ما يكون عندك حصيله كلمات كتير عامله زي الطوب اللي بنبني بيه البيت، كل ما يكون الحائط والادوار بتاعه المنزل اللي انا ببنيه عاليه. طيب القواعد ملهاش لازمه؟ القواعد طبعا اساسيه. ليه؟ لان القواعد عامله زي السمنت، زي الاسمنت اللي بحطه من الطوب عشان اعرف اكون بيه جمل. فلو انا عندي كلمات ومش فاهم قواعد هطلع جمل غلط، ولو انا عندي قواعد وما عنديش كلمات كافيه مش هعرف اطلع الجمل اصلا. اللي هيبقى عندي اسمنت ومن غير طوب هعمل بيه ايه الاسمنت اللي من غير طوب؟ فاللغه بتتكون من vocabulary وستراكشر. عشان تبقى شاطر في النظام الجديد لازم 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 تكون تمام في دي، في الفوكاب. طب القواعد اللي انتوا بتعشقوها وتروحوا حصص عشان تقعدوا تغنوها، داخلين الحصه عشان تغنوا الجرامر بس، هو ده اللي بتعملوه تبقوا مبسوطين قوي. لا يا جماعه هي مهمه بس هي مش اهم حاجه. اوكي؟ طيب ندخل بقى بسم الله كده على السلايد الثانيه. بصوا بقى نبدا يا جماعه بالفاندمنتالز. يعني ايه كلمه فاندمنتالز؟ فاندمنتالز دي كلمه لو انتوا بتدخلوا كليات علميه هتاخدوها كتير، يعني اساسيات. ممكن نقول ان هي بتساوي كلمه basics او قواعد او اساسيات. تمام؟ ايه هي السبع عناصر الاساسيه اللي هنشتغلها في الكورس التاسيسي بتاعنا؟ اول عنصر واهم عنصر، ودي المشكله اللي ما بتخليكوش تحفظوا كلمات، ودي المشكله اللي بتخليكوا تنسوا الكلمات، فدي اول حاجه انا هعالجها. يعني دي لما اطمن عليكم فيها كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله، اللي هي مشكله الريدنج والسبيلنج سكيلز. يعني ايه؟ يعني انا بلاقي طلبه في ثانويه عامه ما بيعرفوش يقروا، مش بيقروا صح. طيب وبلاقي طلبه في ثانويه عامه بتتلخبط وهي بتكتب. ليه؟ هي مش عارفه قواعد النطق وقواعد الكتابه، هو مش عارف يتعامل معاها زي الاملاء في اللغه العربيه. انا النهارده ان شاء الله هطلعك من المحاضره دي تتعامل مع اي كلمه في الانجليش كانها كلمه عربي، بتكتبها بودنك. تمام؟ هما بيقولوا عليها الاطفال الفونكس سكيلز. يعني بتلاقي مثلا حد يقول لك منهج جولي فونكس او منهج ما اعرفش ايه، بيسمع الطفل بيسمع ويكتب. انا عايزاكم تتعاملوا كده. تمام؟ مش احنا اطفال ولا ايه؟ ما هو يا ابني عشان انت ما بتعرفش تتعامل كده بتحفظ وبتنسى، ما انا مش عايزه المشكله دي تبقى موجوده، فهنعالجها عن طريق reading and spelling skills. صح؟ reading و spelling. طيب العنصر الثاني parts of speech اللي هي اجزاء الكلام الاساسيه، وده ما شاء الله يعني انا شفت فيديوهات كتير تاسيسيه على اليوتيوب اليومين دول هم بيتعاملوا مع العنصر ده، وفي ناس كتير شرحته الضمائر والاسماء والافعال والكلام ده، اللي هي من الاخر انواع الكلمات. احنا قلنا اللغه عباره عن كلمات صح؟ انواع الكلمات دي ايه؟ فهو ده بقى البارتس اوف سبيتش او اجزاء الكلام. تمام؟ طيب العنصر الثالث عندنا sentence types and structure. يعني ايه؟ انواع الجمل وتكوين الجمل في اللغه الانجليزيه. احنا هنتعلم ايه الانواع الاساسيه اللي احنا محتاجينها كطلاب بتدرس اللغه الانجليزيه كلغه ثانيه ايا كانت المرحله، وتكوين الجمل دي ازاي. يعني انا عندي حاجه في دماغي بالعربي، ازاي احطها بقى بالانجلش. تمام؟ طيب النوع الرابع او العنصر الرابع التنسز، الازمنه. ان شاء الله في الكورس ده هنشرح الازمنه ال 12 زمن بتوع اللغه الانجليزيه، كل الازمنه اللي ممكن تتخيلها بطريقه سهله جدا جدا، طريقه مش موجوده على اليوتيوب، اتليست مش موجوده في المحتوى العربي. الطريقه دي اسمها tenses logic او المنطق بتاع الازمنه. هعلمك الطريقه دي هتطلع تمام ان شاء الله في الازمنه، وبالتالي كل الجرامر اللي جاي هيبقى ان شاء الله سهل جدا. وهتابع معاكم الناس اللي ان شاء الله بتشترك معانا في المنصه، هتابع معاكم على الطريقه دي بحيث ان انا اي درس جرامر اديه انت متظبط في الازمنه.
خدنا الاف كونديشن، انت متظبط في الازمنه. خدنا ايا كان، انت متظبط في الازمنه. ليه؟ لان احنا هنعتمد على الاستمراريه. النهارده ان شاء الله ناخد الاساسيات دي لازم استمر عليها عشان اطور من مستوى اللغه عندي وابقى شاطر في الماده، وما اقولش الانجليزي دي ماده صعبه، ماده لعينه ربنا ياخدها والكلام ده، حرام عليكم يعني، ماده جميله جدا. طيب عندنا طبعا رقم 5 irregular verbs، الافعال الغير منتظمه. وطبعا انا بلاقي ناس كتير بتقول ايه يعني، سوري على اللي انا هقوله، هم بيقولوا الافعال الشاذه. طب ليه؟ طب ممكن اترجم كلمه irregular لكلمه غير منتظم. irregular منتظم، irregular غير منتظم، يعني بلاش، كفايه اعلان نتفليكس يعني. فايه احنا هنترجمها الافعال الغير منتظمه. تمام. طيب اللي بعده 6 suffix and prefix، نعتمد على البادئات والنهايات لتحديد معنى الكلمه ونوع الكلمه. يعني مثلا الكلام ده احنا قلناه الحصه التاسيسيه بتاعت السنه اللي فاتت، اللي انا لاقيه ناس كتير اليومين دول بتتفرج عليها، ووعدتكم قلت لكم ان شاء الله شغل السنه الجديده هيبقى افضل، ويعني واخد وقته كده ومطبوخ على نار اهدى من شغل 2024 ان شاء الله. دي رسالتنا، ان احنا طول ما احنا ماشيين في القناه دي عايزين نغير طريقه التفكير والتعامل مع الماده، مش هنشرح بس وخلاص. تمام. طيب السينونيم والانتونيمز، المترادفات والمتضادات. ليه؟ لان انا عايزه ابني كلمات، فانا لازم اخد مترادفات ومتضادات. عن طريق ال7 عناصر دول هتبدا حضرتك تبني قوتك في المنهج وقوتك في الماده. بالتالي لما تيجي تحل قطع الريدنج هتلاقي نفسك تمام، لما تيجي تحل الترجمه هتلاقي نفسك تمام. فانا زي ما قلت لك مش هتعامل مع العرض واسيب السبب. يعني مش هاجي اقول لك في الكورس التاسيسي تعالى اديك قطع ريدنج او تعالى اديك ترجمه، انا هظبط لك المشاكل اللي بتخليك مش قادر اصلا تحل ترجمه او قطع ريدنج. حلو. ليه؟ لان الدكتور الشاطر، دكاتره حضراتكم طبعا دكاتره زي الدفعه اللي فاتت ترفعوا راسي ان شاء الله، الدكتور الشاطر بيعالج الايه؟ السبب، مش بيعالج العرض. صح؟ نبدا مع بعض. بسم الله. 7 عناصر. النهارده هناخد العنصر الاول. هل معنى كده مش ان احنا هيبقى عندنا 7 فيديوهات؟ والله لا، يعني ممكن يبقى في عنصرين في نفس الفيديو. اوكي، فنبدا ان شاء الله مع الفيديو الاول، اهم فيديو فيهم والفيديو اللي هيفرق مع دراستك ورؤيتك وتعاملك مع المنهج تماما. اوكي، اول حاجه هنبدا بيها reading and spelling basics، اللي هي الاساسيات بتاعه القراءه اللي هتخليك تقرا وتحفظ اي كلمه وما ننساهاش. تمام. طيب هنتعلم الحروف الأساسية اللي بنستخدمها علشان نكتب بيها في اللغة الإنجليزية. أول حاجة هنعرفها هي الشورت فاولز، أو بنقول عليها الحروف الصوتية. هما 5 حروف هنقولهم دلوقتي A E I O U. تمام. طيب حد يقول لي يا ميس انت اتكلمتي بسرعة وما سمعتهمش يا ابني؟ ما أنا قلت هقولهم دلوقتي. نهدى. يبقى أول حاجة، أول عنصر تتعلم الشورت فاولز، الحروف الصوتية. مفيش كلمة في اللغة الإنجليزية بتكتب بدون حرف صوتي. احنا عندنا الحروف نوعين، consonant حروف ثابتة، vowels حروف متحركة. عشان تكتب أي كلمة لازم تكون عارف الفاولز. الفاولز دي ما يقابلها أو أقرب تشبيه ليها في اللغة العربية هي المدود والحركات. يعني ما ينفعش أعلم طفل القراءة من غير ما اديله انواع المد، 3 انواع. تمام. او اديله الحركات الضمه والفتحه والكسر عشان يفهم. ده اقرب حاجه للفاولز. اتقنتها انت كانك بالظبط اتقنت المد والتشكيل في اللغه العربيه، اذا انت هتعرف تكتب كل حاجه ان شاء الله بطريقه صحيحه، من غير ما تقعد تكتب وانت ما انتش فاهم انت بتكتب ايه وتنسى اساسا وترجع تقول انا بكره الانجليزي، عشان انت يا ابني بتتعامل مع الكلمات غلط. احنا هنطبق كل حاجه صح دلوقتي. نهدى كده بسم الله. طيب تاني حاجه اللونج فاولز، برضو نفس الفكره، نطق اخر او شكل اخر للحروف الصوتيه. ثالث نقطه diagraphs. يعني ايه يا ميس diagraphs دي؟ ميس احنا خدناها يا ميس، دي معناها الشكل البياني. اقول لك لا يا قلبي، ما هو ده اللي انا بقول لك عليه. التاني اسمه diagram، لكن ده اسمه diagraphs. تمام. البي اتش تنطق ف. فالدايجرافز دي عباره عن ايه؟ اعرفها دلوقتي، ودي طبعا من اهم الاساسيات اللي لازم تبقى عارفها عشان تقرا او تكتب انجلش من غير ما تحفظ. تمام. طيب رابع حاجه اسمها الكومن suffixes او النهايات الشائعه.
هتحفظ شكل معين للنهايات بتاعت الكلمات. هقول لك اول ما تسمع مثلا النهايه كذا هتكتب كذا على طول لوحدك، هتلاقي نفسك بتكتب OUS او بتكتب TION على حسب النطق اللي انت سمعته. وفي نفس الوقت لما تيجي تقرا ولقيت الكلمه تنتهي OUS هنطقها ازاي؟ تنتهي TION هنطقها ازاي؟ يبقى دلوقتي احنا هنعالج الاساس اللي بيخليك تنسى الكلمات، اللي هو ان انت عندك مشكله في التاسيس، اللي هي حضرتك ما بتعرفش تقرا بطريقه صحيحه، ما بتعرفش تكتب تعمل سبيل للورد او تكتب حروف الكلمه بطريقه صحيحه. تمام يا مس مي. يلا بسم الله يا جماعه كده، انا عايزه الناس تبقى متحمسه وعايزاكم تبقوا كده متشجعين وتبقوا متفاعلين. وخلي بالكم انا هدي اسئله دلوقتي وهخليكم انتوا تكتبوا وهخليكم انتوا تقروا، هتاخدوا دور. وعايزه في الكومنتس الناس تقول لي انا قريت صح يا مس مي، انا جبت الكلمات كلها صح، انا كتبتهم كلهم صح. عايزه اشوف مين اللي فعلا هيقدر يحقق كل التحديات اللي احنا هنقولها ويجاوب معايا صح في الكومنتس. طبعا دي من اهم حاجه في الفيديوهات، تبقى متفاعل مش قاعد تتفرج كده وخلاص. اوكي طيب، العنصر الاول ايه هي الفاولز؟ قلنا هي الحروف المتحركه او الصوتيه A E I O U. كل حرف صوتي من الخمس حروف الاساسيه دول، يعني في بعض برضو الاتجاهات بتقول ان الواي حرف صوتي، فكنا من الكلام ده دلوقتي. الحروف الاساسيه هي 5 حروف A E I O U. مفيش كلمه هنشوفها من غير ما تحتوي على واحد او اكتر من الحروف دي. تمام، كل حرف له صوتين. الصوت الاول اسمه short sound او الصوت القصير للحرف، والصوت الثاني هو long sound. يبقى انا عندي الفاولز او الحروف الصوتيه كل حرف له كام نطق؟ له نطقين. له كام نطق؟ نركز كويس، له نطقين. اول نطق الشورت ساوند، ثاني نطق اللونج ساوند. تمام؟ طيب بسم الله يلا نكمل. اول حاجه هناخدها الشورت ساوندز بتاعت الفاول. ايه هما الفاول؟ يلا قولوا A E I O U. ليه الخمس حروف دول هيفرقوا في كل حاجه بالنسبه للانجليش بتاعك؟ عشان هما هيأثروا على النطق، هيأثروا على القراءه، هيأثروا على الكتابه. طيب اول حاجه واحده كده مع بعض. طبعا كلكم عارفين او حضرتك لو انت عديت اولى ابتدائي هتعرف اصوات الحروف الاساسيه او الحروف الثابته. البي تنطق ب مثلا، الدي تنطق د. طب السي هننطقها ازاي؟ لا السي لها حوار هنعرفه برضو في الفيديو ده ان شاء الله. تمام؟ طيب نقرا مع بعض كده. الصوت القصير للحرف هو عامل زي المد بالظبط، وعايزاكم تركزوا في الطريقه اللي انا بقرا بيها الكلمات، وانا همثل لكم الطريقه بتاعه نطق الحرف، لان في حرفين متشابهين قوي في النطق، الاي والاي شبه بعض جدا، عن طريق ان انا هقول لك دي حركه بقي. فاول صوت عندنا هو صوت الاي. الاي انا بفتح بقي جدا بقول طب نقرا مع بعض. بات. طيب دي فيها هواء. الفرق ما بين دي ودي ان دي بدون هواء، لكن دي فيها هواء. وهنا اسمحوا لي بقى ان انا اتناول المشكله دي اللي بتزعجني وبتضايقني وبتزعلني من ناس كتير جدا، ان هم ما بيعرفوش ينطقوا البي والبي صح. فانا متقبله لو الناس اللي هي مثلا طلاب، انا متقبله ان ممكن تغلطوا، ولكن اللي ما ينفعش نتقبله ابدا ان احنا نصر على الغلط، اللي هو ملهاش لازمه يا ميس ان انا اتعلمها. يا ابني انت لو قلت لواحد اي كان بارك هيضحك عليك. بارك تنبح كالكلاب، المفروض تقول له اي كان بارك. تمام؟ فتخيل بقى حاجه زي دي، تخيل حاجه زي دي ممكن تخليك تتفهم ازاي، ممكن تعمل مصايب. في فرق ما بين كلمه مثلا زي باتش وكلمه ثانيه مش عايزين نقولها، ممكن تعمل مصيبه سوداء صح. ف نبقى كويسين كده، ومش مشكله انت بتغلط، لكن الغلط بقى الاكبر ان انا اصر ان انا عادي انا عايز انطق غلط. ليه يا حبيبي؟ ليه يا قلب؟ نتعلم الصح. ماشي؟ فحرف ده اسمه بي، حرف ده اسمه بي. والفرق الرئيسي ان ده من غير هواء وده فيه هواء. فحته البي الثقيله والبي الخفيفه دي انا ما اعرفش مين اللي وزنهم، الانسان اللي وزنهم الانسان الفاضل يفضل يقول لنا مين اللي وزنهم، عايزين نعرف مين اللي وزنهم. الفرق بص معايا، اختبار المنديل. عندك البي
بات. بات. حرف الايه بفتح بقي. يبقى دي ايه؟ بات. طب بصوا على دي بقى. بان. ايه اللي حصل؟ المنديل اتحرك. بان. طيب ايه رأيك ان انت مثلا حضرتك اتخرجت ورايح تشتغل مدرس في مدرسة لغات، ورايح تقول لهم كده في المقابلة يعني او في الانترفيو، رايح تقول له I can handle the parent very well. ايه الغلطة؟ ولي الامر يعني ايه؟ parent. يعني تخيل انا بقابل ناس خريجة ألسن مثلا ويقول لي بيرنت. مين اللي بير اسمها بيرنت. تمام؟ فلازم ننطق البي صح. والايه بنعمله ازاي؟ فلو عندك بقى يعني اخ او اخت صغيرين كده قول لهم تعالوا حط المنديل قدام بقهم انطق يا حبيبي. تمام؟ فالمشكله دي ان شاء الله هتتحل. سات يعني قعدنا. تاني سات. سات. بص بقي بيفتح. سات. طيب يلا بقى على حرف الاي. الحرف ده بجد يعني بصوا، هو الاي ينطق يعني ايه يا ميس؟ انا في حرف الاي عملت لك بقي كده فتحت لفوق. الاي بفتح بقي بالعرض بيبقى عامل زي الضحكه كده. طب الايه؟ طب الاي؟ طب نقرا مع بعض. دي كانت بات. باد. طيب دي ركز معايا. بيد. 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 طيب دي بن. بن مش بن، لان بن اللي تحتها دي معناها دبوس، وهنعرف دلوقتي حرف الاي بينطق ازاي. فلو قلت لواحد اي نيد بن، انت محتاج دبوس تعمل بيه ايه؟ unless ان انت لابس طرحه زي مثلا كده مش هتعمل بيها اي حاجه. تمام؟ طيب ركز. بصوا الحرفين دول، بصوا الكلمتين مختلفين تماما. ست. ست. تمام؟ لكن بصوا اللي فوقيها. سات. سات. تمام؟ طيب حرف الاي يا ميس مي، حرف الاي انا دايما بحب اقول عليه يعني كسره شديده. حرف الاي نطقه كانك بتكسر الاي شويه. تمام؟ اي بقول دايما ان انا بشد البق ايه لتحت. اي. اي. نقرا مع بعض. بن. نقرا مع بعض. بن. في فرق ما بين بن اللي هي السله، سله المهملات بنحط فيها الحاجات بتاعتنا، وبن اللي هو الدبوس. على فكره دي ممكن تيجي كفعل بمعنى يثبت. حتى بقول لك بينت يعني ايه؟ بين ات يعني ثبتها، ثبت المعلومه دي. طيب عندنا ست، لكن دي ركز سات. طب ايه الفرق؟ حبيبي دي معناها يجهز. فمثلا بقول لواحد جهز لي الترابيزه بتاعت الاكل، حط الطباق بقى وجهز الترابيزه. سات. سات ذا تيبل. طيب ما ينفعش اقول سات ذا تيبل قعد الترابيزه، غلط طبعا. طب دي يا ميس مي دي معناها اقعد، فبقول لك سيت داون. سي اي. لما تسمع صوت الاي مكسوره قوي كده اعرف ان هي اي. المكسوره دي اي مش اي. تمام؟ لكن الاي مفتوحه شويه بالعرض والاي مفتوحه لفوق. تمام؟ طيب يبقى دي سيت. سيت يعني ايه؟ يقعد. طيب اليو بقى، اليو ينطق كانك واحد تعبان، نقول فننطق مع بعض الكلمه دي ب د. تنطق بض. ميس هو في كلمه اسمها بض اصلا؟ عارف رحيق الازهار؟ النحله تقف على رحيق الزهره وتنتصر، هي ده البض، الحته اللي هي بتبقى صفرة كده جوه الورده دي. تمام؟ طيب بن. بن. بن يعني ايه؟ بن يعني ضحكه، هزاره، يعني سخريه، يعني زي ما نقول فزوره كده بتضحك، دي اسمها بن. طيب شط. شط يعني ايه؟ شط مش اللي بنعوم فيه، شط يعني يغلق. بقول لك shut up يعني ايه؟ shut up يعني اقفل بقك. shut up. تمام؟ shut the door اقفل الباب. طيب بوت. ركز. الاو تنطق يا ميس ده شبه الايه. لا يا بابا، لا يا حبيبي، الايه فتحت، لكن الاو تحس ان هي يعني دايره واسعه،
بقك بيعمل دايره واسعه، فبقول بات بات. فانت لما تيجي تقول الباط اللي هو بتاع الاي اي، عارفين الاي اي اللي الناس تقول لك الاي اي والذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي عيال اتعلموه، هو ده بقى باط. تمام؟ فده غير البوت. البوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن مركب. فانت ما تجيش مثلا تقول لي انا عميس عملت حته بوت، عملت مركب اسمها باط. تمام؟ طيب عملت ايه تاني؟ بود. بود يعني كبسوله او مركبه كده زي مركبه الفضاء، دي اسمها بود. تمام؟ ها به نجرب المنديل تاني، هو والله ما رميناه تاني. بود بود. طيب البي بود بود. تمام؟ اتقن الفرق ما بين الاثنين دول. انا اعرف ناس عملت انترفيو في شركات انترناشونال وما تعينوش عشان نطقهم للبي والبي. فما تستقلش وما تقولش مش حواري دلوقتي، انا عايز انجح. انت عايز تبقى شاطر، عشان تنجح انت لازم تبقى شاطر وبره اتعلم يعني. طيب عندنا كلمه ايه دي؟ got. got يعني ايه؟ حصل على، اللي هو I got a car، يعني انا حصلت على عربيه. I got a good grade، حصلت على درجه كويسه. يبقى دي اسمها ايه؟ نختصر تاني بسرعه، هقرا لك الصف ده عشان تشوف الفرق ما بين الشورت فاولز في الخمس حروف الصوتيه اللي عندنا. bat bed bin od bod bod bought. دايره كبيره بقك bought. تمام؟ كده خلصنا الشورت فاولز. ندخل بقى في اللونج فاولز. في اللونج فاولز بينطق الحرف كأنه اسمه. يعني ايه بينطق الحرف كأنه اسمه؟ ده اسمه حرف الاي، يبقى انا هقول ايه. ده اسمه حرف الاي، يبقى انا هقول اي. ده اسمه حرف الاي، يبقى انا هنطقه اي. ده اسمه حرف اليو، يبقى انا هنطقه يو. وده اسمه حرف الاو، فانا هنطقه او. طيب امتى الصوت يبقى صوت حركي قصير شورت فاول، وامتى يبقى صوت حركي طويل؟ يعني انا امتى يا ميس افتح بقي اقول زي ما كنت بتقولي صوت قصير شورت فاول، وامتى انطقه كاسمه؟ بكل بساطه اذا لقينا في الكلمه حرفين متحركين بنعتبر ان ده صوت طويل long vowel. يعني خلينا نشيل الاي دي، الكلمه دي هتبقى لات. ولكن اذا وجد حرف صوتي اخر حطينا الاي في الاخر، بيقولوا عليها الاطفال الماجيك اي. تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ بتيجي الاي دي بتقول انا هرجع الصوت ده الحرف ده لاسمه. مش انت حرف الايه؟ خلاص هنطقك ايه. فبدل ما كانت لات بقت ليت. ايه نطقتها ايه؟ يبقى ليت ايك. فلو في شخص مثلا بيكتب وبيقول هي ميك كان اخرها ايه ولا مش اخرها ايه، مش انت قلت ايه؟ يبقى حط ايه في الاخر. ليه؟ اصل انت نطقت الحرف كاسمه، نطقت الحرف زي اسمه، قلت ايه ما قلتش يبقى اخرها ايه. تمام؟ يبقى ميك. طيب دي هتبقى ايه؟ مين هيعرف يقراها؟ جيت. تمام؟ طيب هنا عندنا حرفين صوتيين، الاي اي والاي اي. حرف الاي لما تلاقيه اي اي او اي اي هننطقه اي زي اسمه. مش انت اسمك حرف الاي؟ هنطقك اي. نقرا مع بعض. سيت، مش ست ولا سات. سيت نطقته اي. طيب سي، ودي سي برضو بس دي معناها يرى ودي معناها الايه؟ البحر، ولكن النطق واحد، سي وسي. تمام؟ طيب ده اسمه حرف الاي وفي اي في الاخر، يبقى هنطقه اي. يبقى دي كلمه ايه؟ ماين. اي ليه يا ميس ما قلتش من؟ ليه ما قلتش يعني اي كده سريعه زي ما علمتين؟ عشان هو اصبح حرف صوتي طويل. يبقى ماين. باين. كايت. كايت اللي هي الطائره. باين اللي هو الصنوبر، كوز الصنوبر.
ميوت يعني ايه ميوت؟ يعني ممكن اقول شخص اصم وممكن اقول بيقفل الصوت. ميوت. تمام. فلوت فلوت. بيوك يو بيوك. طيب بيوك يعني ايه؟ بيوك يعني سوري يا جماعه يتقيأ، اللي هو I wanna puke. يعني ايه كلمه بيوك؟ سوري يا جماعه، بيوك يعني يتقيأ. فممكن اقول I want to throw up. throw up يتقيأ. وممكن اقول oh my god I want to puke. يعني I want to puke، او الامريكان بيقولوا I wanna puke. يعني I wanna اللي هي want to في الامريكان. I wanna puke يعني يوك ب هوا يو. طالما انت قلت يو هنحط اي في الاخر يبقى بيوك. تمام. طيب او ده اسمه حرف الاو. في الصوت القصير انا كنت بنطقه شبه الايه بس مدور شويه. في الصوت الطويل انا هنطقه او. يبقى دي اسمها ايه؟ لون. لون زي كلمه لون بالعربي. لون يعني ايه؟ الناس الشاطره دلوقتي هتعرف. لون معناها كارد. لو انت عرفت لون معناها كارد انت مستواك كويس، انت مستواك B2، مستواك حلو جدا في الانجليش. لون معناها كارد باللغه العربيه. بون هنا نطقتها او عشان عندي حرف متحرك اخر فبقت او عاديه جدا. بون. تمام. شيل الاي اللي دي هتبقى بون. طيب او شيل الاي هتبقى جوت. لكن دي جوت. طبعا احنا عارفين ان في اللغه العاميه بيقولوا على حد جوت يعني حد هو الاعظم زي كريستيانو كده. كريستيانو از ذا جوت. مع كامل الاحترام للناس اللي بتحب ميسي، هو كريستيانو ابن عمي وميسي ابن عمكم؟ ما هو انت رايك وانا رايي عادي، الاثنين موهوبين والاثنين جامدين. انا بحب كريستيانو انت بتحب ميسي، الخلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. بلاقي ان انا بتشتم عشان خاطر ميسي. مين يا ابني؟ هو ميسي ده يقرب لك؟ يعني انا عايز اعرف كل شهر بيديك $1,000,000 من اللي هو بياخدهم، انت فيك ايه يا حبيبي؟ في ايه يعني؟ نفوق كده يا جماعه ونرجع لارض الواقع. تمام. طيب نيجي بقى دلوقتي، احنا دلوقتي خلاص عرفنا الحروف الصوتيه. كم حرف؟ 5 حروف. ليهم كم نوت؟ كل حرف له نوتين. short vowel short sound and long sound. صوت قصير وصوت طويل. الصوت القصير عرفناهم، والصوت المتحرك الطويل او long vowel اللي بننطقه زي اسم الحرف في حالة وجود حرفين متحركين في نفس الكلمة. تمام؟ تمام. طيب ناخد اكسرسايز كده صغير ونشوف هتعرفوا تقروا الكلمة دي ولا لا. كلمة ايه دي؟ ف اليو مفيش حرف تاني متحرك. يبقى هنطقها زي كلمة يبقى فر. يعني ايه بقى فر يعني الفرو. طيب كلمة دي فر. طب ايه رأيك يا امور يا شطور لو انا قلت لك تيجي نحط اي في الاخر هنا؟ هتبقى ايه؟ اي. ليه قلت اي؟ ما انا قبل الاي قلت اي. ليه انا قلت اي؟ عشان عندي اي في الاخر، اصبح عندي حرفين متحركين، يبقى انا هنطق الحرف زي اسمه. فاير اللي هي النار او يطرد من العمل. تمام. طيب كمان اكزامبل، يلا اقرا. ايه رايك في دي؟ كلمه ايه دي؟ يلا كات. طب ايه رايكم لو حطينا ايه في الاخر؟ هتبقى ايه؟ كات برضو؟ لا. امال بقت ايه؟ هنطقها بقى يو. ليه؟ عشان انا عندي حرفين متحركين يبقى انطقها زي اسمها. اسم حرف اليو يبقى انطقه يو. يبقى هقول كيوت. وطبعا الايه الاخيره دي لا تنطق. طب هي لازمتها ايه في الكلمه؟ لازمتها ان هي بتقولك انطق لي الحرف ده كصوت متحرك طويل long vowel، فانطقه لي يو. تمام. ما تنطقهوش انطقه يو. يعني من غير الاي كات باليو بقت بالاي اللي في الاخيره بقت ايه؟ كيوت. زيكم كده كلكم كيوت ان شاء الله وامامير وحلوين. تمام. طيب نيجي بقى دلوقتي على السي والجي. في ناس كتير جدا ما تعرفش القاعده اللي بنشتغل بيها حرف السي وحرف الجي. انا عارفه ان في ناس بتقول يا ميس مي الحاجات دي سهله قوي يا ميس مي، احنا عارفين، انا بقراها كده، انا اصلا بجيبها بس بجيبها كده. فانت لازم اذا انت عارفها تبقى انت عارف انت بتجيبها ازاي.
فاهمها ليه؟ واذا انت مش عارفها تعرف ان دي من قواعد القراءه والسبيلنج اللي هي الكتابه الاساسيه اللي لازم تبقى عارفها. عندك حرف السي له صوتين. اول صوت لحرف السي هو صوت عامل زي الاس بالعربي، وده اسمه soft. بص انا ما قلتش soft، انا قلت soft سي. يعني ايه soft سي؟ يعني بنطق السي زي الاس كده، زي حرف السين بالعربي. طب انت الكلام ده لو يتبع او بعده لقينا الثلاث حروف دول EIY، فبقول city، سي في civil. civil معناها، مين عارف معناها؟ متمدن او متحضر. فبقول لك be civil. يعني ايه be civil؟ خليك متمدن او متحضر، وجاي منها كلمة civilization اللي بتحبوا تحفظوها، الحضارة. يبقى civil شخص متحضر، civilization الحضارة، وده تبع النهاية والبداية السفكس والبريفكس اللي احنا هنتعلم ازاي من خلال كلمة واحدة نحفظ 5 6 كلمات بيها. نحفظ كلمة civil بس الكلمة دي هتوصلني ان انا احفظ 5 6 كلمات، تمام، عن طريق النهايات والبدايات. طيب عندنا صوت تاني لحرف السي هو الهارد سي اللي بنطقه زي الكي، وده الصوت الاساسي لحرف السي. يعني لو حد قال لك ايه هو صوت حرف السي، قول له السي بنطقه زي الكي، زي حرف الكاف، ما عدا لو لقيت بعده اي او اي او واي بنطقه زي حرف الاس او زي حرف السي. طيب نبص كده على الاكزامبل اللي عندنا. عندك كلمه ايه دي؟ ها شاطرين، كات، الله اكبر على الشطاره ما شاء الله، يعني فخوره بيكم. طيب كلمه ايه دي؟ ها كار، بتنطقي يا بنتي كار، يعني حاجه قمه الواو يا ميس معي. جت تقول لنا كات وكار واحنا داخلين ثالث ثانوي. يا ابني اهدى بس. الصبر ده من شيم العظماء، مفيش حد كبير على العلم، صح؟ وزي ما قلنا انت عاوز تتفرج انت والاسره كلها، اخواتك ولاد خالتك ومامتك كله جاي قاعد بيتفرج دلوقتي عشان يتعلم انجليزي، عشان احنا عايزين البيت كله بيتكلم انجليزي ويقرا انجليزي صح. اوكي؟ طيب نيجي بقى لحرف الجي. نطق حرف الجي برضو له صوتين. soft جي، بص انا بقول ايه؟ soft مش سوفت، مش سوفت، ها؟ عشان الاكسنت سهل ان انتوا تجيبوها بس تعلموا الصح. soft جي and hard جي، تمام؟ hard جي، بسرعه شويه، hard جي، تمام. يلا نقرا مع بعض. السوفت دايما بيتبع الاي والاي والواي. ايه ده؟ زي السي، زي السي، عشان كده سموه soft جي. وفي الحاله دي بننطقه زي حرف الجيم في اللغه العربيه. الجيم اللي هي كانوا بيقولوا لي وانا صغيره متعطشه، جيم متعطشه، ج، تمام؟ واللي هي اشبه بحرف الجي في اللغه الانجليزيه. طب نقرا مع بعض. جم. وانا ليه ما قلتش جيم؟ ها؟ ليه ما قلتش جيم؟ عشان بعدها واي. طيب اورنج اللي هي معناها ايه؟ الشطاره، الله اكبر، البرتقال. اورنج معناها البرتقال او لونه برتقاني، تمام؟ فهنا نطقتها ج. ليه؟ عشان بعدها ايه؟ يبقى اللي بيتحكم في السي والجي 3 حروف اي اي واي. هو ده اللي بيخلي نطق الحروف دي يا اما سوفت يا اما هارد، تمام؟ طيب عندنا الهارد جي زي كلمه، نقرا بقى. هقول جيت؟ لا، هقول جيت. ليه؟ اصل اللي بيخليني اعطشها كده واخليها ج او شبه حرف الجي 3 حروف اللي انت قلتي عليهم يا ميس اي اي واي. طب ده مين؟ ده ايه؟ يبقى خلاص انطقها ج عاديه، جيت. طب دي good، I'm good thank you، تمام؟ طيب في طبعا حاجه اسمها sight words. يعني ايه sight words؟ الكلمات اللي مالهاش قاعده، ودي مشكله الانجليزي، لغه حقيره في الحته دي. تقول لك مش انا قلت لك ان الجي تنطق ج زي الجيم المتعطشه بعد الاي والاي والواي؟ طب بص بقى، الكلمه دي استثناء. كلمه ايه دي؟ girl. طب ليه؟ اصل بص يا حبيبي تتعلق بحاجه اسمها الديب سونج، موضوع تاني كده. ويعني الاي هنا عشان بعده ار فانا لازم اقول اي، يعني اقول ج، مش هينفع اقول جي. حوار كبير مالناش دعوه بيه. انت تعرف ان في بعض الكلمات بتبقى اكسبشن او استثناء، زي كلمه girl مش هقول جيرل بس بعدها يا ميس. يا ابني ما انا قلت لك يا حبيبي، انا دي اللغه بتاعتي وانا بقول لك
الكلمه دي استثناء. تمام؟ في بعض الكلمات بتكسر القواعد. خلاص يا ميس ملهاش لازمه اتعامل من القواعد بقى بتاع نفسك ليه؟ لان القواعد دي بتمشي على 99% من الكلمات، مش عشان ال1% هقول لا والله مش لعبه. مش مخك صغير. طيب بعدها عندنا الدايجرافز. يبقى انا دلوقتي خلصت ايه يا رحمه يا شطوره؟ خلصت الاصوات القصيره الشورت فاولز، وخلصت الاصوات الطويله اللي لما يبقى عندي حرفين متحركين في نفس الكلمه، وخلصت السوفت جي والهارد جي والسوفت سي والهارد سي، وعلمتك امتى تقول س وامتى تقول ايه ك. طب ايه رايك قبل ما ننقل للدايجرافز اعمل لهم اختبار كده جميل؟ ماشي؟ شوف بقى مين الشاطرين اللي هيعرفوا يقروا الكلمه دي. اكتبها بالاسود عشان هم مش بيشوفوا باللون ده، دول طلابي وانا عارفاهم. ها 2 سي مع بعض في نفس الكلمه. يلا نصلي معانا حد حوش. هتقري يا رحمه؟ يلا اقري. سايكل. برافو. بصوا رحمه عملت ايه؟ قرت اول كلمه ايه؟ س، وتاني سي قريته ايه؟ ك. طب ليه يا رحمه؟ عشان هي كده يا مس مي؟ لا يا مس مي انا فهمت، عشان السي الاولانيه دي بعدها واي، والواي بيخليها تنطق زي الاس. طيب الثانيه بعدها ال، والال بتخليها تنطق كي اللي هو النطق العادي بتاعها شبه حرف الكي، فبقت كلمه ايه؟ سايكل. شطوره يا رحمه، شطوره. ليكي شوكليت عندي. شاطرين زي رحمه كده ولا ايه؟ مين نطقها صح؟ طيب نيجي بقى على الدايجرافز. الدايجرافز بقى دي عباره عن ايه؟ عباره عن حرفين ثابتين. الحرف الثابت اسمه consonant، فلما بجيب حرفين ثابتين مع بعض بيغير نطقهم، ودي اسمها الدايجرافز. تمام؟ انا متاكده ان شاء الله الناس اللي داخله ألسن اللي داخله تربيه هتشكرني على الحصه دي، والله تشكروني جدا. تعرفوا ان الست دي بتفكر بطريقه مختلفه، بترمي لبعيد. صح؟ نرمي للتعليم الصح مش التعليم التجاري ابو بلاش كتر منه العيال بتحبه. الله الله انا فاهم عشان بغني جرامر، مش هينفع الكلام ده، مش هياكل عيش في الايام اللي احنا فيها دي. طيب اول دايجراف عندنا تي اتش له نطقين، يا اما شبه حرف الثاء باللغه العربيه وطلع لسانك ما تقوليش ثاء اسمها ثاء، يا اما شبه حرف الذال في اللغه العربيه وبرده طلع لسانك. وعيب عليك تبقى لغتك اللغه العربيه لغه الضاد لغه القران وما انتش عارف تنطق ثاء وذال. حرام يعني مش عارفه يعني. سيب الكلام ده للروس مثلا، للناس اللي لغتها صيني مثلا مش هيعرفوا ينطقوا الحروف دي، لكن انت لغتك الام لغه القران، فانت لازم يكون عندك اتقان للحرفين دول. عشان كده عيب قوي لما تيجي تقول لي I am fine thank you اسمها سا بالله اسمها ثاء، طلع لسانك thank you. تمام؟ لما كانت بنتي صغيره كنت بقول لها بصي ده زي ثعلب وده زي ذئب، يبقى التي اتش ده عامل زي الثعلب والذئب، ثعلب ذئب. تمام؟ يبقى يا اما ثاء يا اما ذئب. نرجع مع بعض يلا. thank you thank يشكر مش thank اغرق، لا اسمها thank you. طيب think ايه ده يا مس مي؟ انت نطقتيها اي عشان دي اي صح، وما نطقناش اي علشان ما فيش اي مثلا او حرف صوتي اخر فبقت think. تمام؟ طيب دي this، طب ودي that، طب ودي those. طب يا مس مي بقى امتى انطقها ثاء وامتى انطقها ذال زي ذئب مثلا؟ ملهاش قاعده بجد. دي بقى الحاجه اللي اسمها سايت ووردز، يعني انت بتحفظ ان الكلمه دي تنطق ثاء والكلمه دي تنطق ذال. ده دور المعلم اللي هيعلمك للاسف يعني. يعني اذا انت ركزت انت والمعلم بتاعك في النطق وما قلتش النطق ده اي كلام. طيب هنا عندنا الاس اتش تنطق ش. نقرا مع بعض. شيب. بص الحلاوه بقى اللي جايه دي. اقرا يا رحمه دي كده. شيب. طب ودي؟ شيب. بصوا حرفين صوتيين يبقى قلت اي، حرف صوتي واحد اي. عشان في ناس بتقولي انا بتلخبط ما بين اللونج اي اللي هي الاي مع حرف صوتي اخر زي شيب طويله شويه، ولكن الاي بتبقى عامله زي الكسره شيب. تمام؟ طيب ودي ايه؟ فيش. شاطرين. طيب دي بقى سي اتش. السي اتش تنطق تش. يبقى بص اهي في تاء
ش. تمام؟ ولكن اخر الجمله احيانا تنطق ش. يعني اذا جت في اول الجمله هنطقها تش، اذا جت في اخر الجمله هنطقها زي الشين العاديه وللاسف. تمام؟ احيانا يعني. بصوا كده معايا، شيب اللي هي الشريحه الالكترونيه، شيب. طيب شيبس البطاطس، شيبسي. شات يبقى ما تقوليش شات لا يا بابا، اسمها ايه؟ تش. انطقهم ورا بعض بسرعه، شات. تمام؟ طيب اتش اول ما تلاقي اتش انطقها و، يعني كأن الاتش دي مش موجوده، وننطق وات اهي، وات. لان في ناس بتقول لي اللغه الانجليزيه كتابتها مش زي نطقها. حبيبي كتابتها زي نطقها. انت عارف ان اتش تنطق و، يبقى انا هكتب اتش ونطقت الاي والتي تبقى وات. تمام؟ واي اهي، واي. تمام؟ الواي في اخر الكلمه تنطق زي الاي شويه. وايت هنا ليه نطقتها اي؟ عشان اي في الاخر، وايت. تمام؟ طيب السي اي والتي اي، ودي صعبه وبتيجي في كلمات كتير جدا عندنا في المناهج بتاعت المرحله الثانويه اولى وثانيه وثالثه. اذا لقينا سي اي وتي اي في وسط الكلمه هنطقها زي حرف الشين، زي الاس اتش. بص معايا، patient فين التي اي؟ patient. المشكله اللي بتحصل عندكم ان انت بتيجي تحفظ patient يعني مريض. طب اكتب، هي تكتب، ما انا ممكن احط اتش، مش هي برضو الاس اتش بتعمل ما هو دي بقى الحته اللي محتاجه حفظ. انت عرفت ان patient فيها تي اي، والتي اي بتاعتها تنطق زي الشاء، بس كل اللي انت بتقوله لنفسك patient فيها تي اي بس. ده بفكر نفسي بكده، بتيجي تكتبي patient يا مي افتكري ان دي مش اس اتش حقيقيه يا مي، دي اسمها تي اي. تمام؟ طيب عندي كلمه special، بصوا الاي، فين السي اي؟ special يعني ايه special؟ خاص او مميز. طيب الكلمه دي ليها نطقين، species او species. البريطانيين بيجوا على الكلمه دي يغضبوا، يقول لك لا احنا هننطقها اس، والامريكان يقول لك لا هننطقها سي اتش، يعني زي الشق عادي. يبقى species او species فصيله او نوع. الاس سي تنطق س، زي كلمه science. ركزي يا رحمه كده، هو انا قلت هنا ايه؟ سينس ولا اي؟ ليه قلت اي؟ عشان بعدها في مين؟ اي، صح؟ يبقى بقى عندي كام حرف متحرك؟ حرفين. اذا حرفين او اكتر هنطقها اي ولا هنطقها زي اسمها اي؟ يبقى بقت ساينس، فلو انت بتنسى، هي ساينس كانت مكتوبه ايه؟ مش انت قلت اي؟ مين اللي خلاك تقوله اي؟ الاي اللي لازقه فيها، يبقى الساينس. طبعا في اي في الاخر. تمام؟ طيب الاي اللي في الاخر دي عملت ايه؟ عارفين عملت ايه؟ خلت السي تنطق بصوا جمال اللغه بتاعتنا اهي. تاني اكتبها لك اهي، دول هنطقهم اس. اي، فين الاي؟ اهي اي. ساي اهي سي. مش احنا قلنا ان الاي دي بتلعب مع السي، بتخليها تبقى اس اهي. يعني مش دي اللي خلت دي تنطق اي، لا، اللي خلت دي تنطق اي الاي اللي لازقه فيها ساينس، ودي خلت دي تبقى اس ساينس. تمام؟ بصوا يعني لو انت فهمت تعرفت تكتب ان شاء الله، تكتب باذن الله اي سي كي. لما الاقي اي سي كي في اخر الكلمه تعرف انها تنطق ك. تمام؟ والاي اك، يبقى بص كده معايا، سيك. يبقى ما الاقيش حد جاي يكتب لي اقول له اكتب يا حبيبي كلمه ايم سيك يقوم قايل لي سيك. ايه؟ مش انت سمعت اك اهي؟ يبقى ايه؟ اي سي كي. طالما اك دي هي اخر حاجه اتقالت اي سي كي. تمام؟ طيب عندك تريك. طيب الايو تنطق الايو زي ايه؟ زي الاو. الايو تنطق زي الاو. تمام؟ هنقرا مع بعض. بصوا كده، اوتوماتيك. اوتوماتيك
يبقى انا لو قلت لك اكتب كلمه اوتوماتيك هتعمل ايه؟ هتقول لي اول حاجه او، تحفظ ان اوتوماتيك الاو اللي في الاول دي ايو، ده بس انت محتاج تحفظه. يبقى او تو ما تك. اوتوماتيك يعني ايه اوتوماتيك؟ يعني بيشتغل لوحده. طيب دي بقى تعالوا نقراها، صعبه شويه، صعبه شويه يا رحمه الكلمه دي، بس نقراها عادي عادي عشان احنا شاطرين. يلا تجربي، حد عايز يجرب؟ يلا جربوا كده وقولوا لي هتنطقوها زي ما اقولها ولا لا. واحده واحده. الاي يو هننطقها ايه؟ او. طيب التي اتش في الحاله دي هننطقها زي حرف الساء، يبقى او س او س. طب والاي بنطقها ازاي؟ شبه حرف الاي، اوسن اوس ايه يبقى اوسن تيك. اوثنتيك يعني ايه بقى؟ اوثنتيك يعني اصلي. فلما اطلب منك تحفظ الكلمه دي، انت بس مطلوب منك تحفظ ان هي تبدا بايه؟ او وبعدين ثان. طب يا ميس مي وانا ممكن اكتب اوثان؟ لا انت قلت اوثان. طب يا ميس مي انا ممكن اكتب بدل الاي دي يا ميس مي اي؟ ما انت كده مش عارف نطق الاصوات بقى. ما هي لو انت قلت اي هتبقى اوثين، هي اوثان ث ث اوثان. تمام؟ اوثان وبعدين هكتب ايه؟ تيك. اوثنتيك يعني ايه اوثنتيك؟ يعني اصلي او غير مزيف. تمام؟ تمام. يبقى انا كده خدت كميه اصوات وطريقه للكتابه كبير جدا. كنت لسه بقول هنا لرحمه بقول لها خلي بالك ان لو انا عندي طفل صغير، الناس بقى اللي عايزه ممكن والله حد يتفرج على الفيديو ده ويجي يجيب شويه اطفال صغيره كده ويديهم دروس في النطق. ان الاطفال الصغيره كل صوت في حصه. تمام؟ يعني ايه؟ يعني انا لو عندي طفل صغير هديله التي اتش دي في حصه، واقعد طول الحصه اديله كلمات فيها تي اتش. طيب اس اتش في حصه، وطول الحصه كلمات فيها اس اتش. تمام؟ الاصوات القصيره حرف الاي في حصه، حرف الاو في حصه. فلو انت ناوي تعمل بيزنس بالفيديو ده والله العظيم رائع جدا. ليه لا؟ جيبوا الاطفال كده، لو انت شاب جامعي فتاه جامعيه، تعالوا جيبوا الاطفال اللي في العماره بتاعتكم ويلا بقى اعملوا مشروع كده واشتغلوا واشكروني. وانا مش خايفه من المنافسه الحمد لله، الواثق في نفسه لا يخاف المنافسه. فاشتغلوا وعلموا الناس صح يا جماعه، علموا الناس صح، بالذات اخواتكم الصغيرين. ماشي؟ مش لازم كل حاجه تبقوا ماديين وعايزين تدوا دروس، ما ينفعش. اشتغلوا ببلاش، انا بشتغل ببلاش اهو على اليوتيوب. طيب نيجي بقى في صوت بقى مهم جدا انا نسيته قوي، البي اتش. البي اتش ينطق زي حرف الاف، فبقول لك فون. ومفاجاه صغيره للناس اللي بتقول ايفون. يعني لما حد يجي يقول لك ايه انا معايا ايفون، عارفين؟ استنوا والله العظيم انا هوريكم الايفون دي بتتكتب ازاي. بصي يا رحمه، بصي الناس اللي هي بقى ايه، احنا الاكسنت بتاعتنا واو. فهقول لك بتكتب ايه؟ اي فن. انا عندي ايفون. لا هي اسمها ايفون، والله هي اسمها ايفون. ليه؟ عشان ده كده كلمه ايه؟ فون. فبقول ايفون، I have an iPhone. اسمع، I have an iPhone مش ايفون. ها؟ ما تيجي حضرتك ما فيش ولد بيقول كده، يعني قلما رأيت ولد بيقول كده. لما البنت بقى تقول لي ايه؟ الايفون بتاعي، ببص كده وبضحك. لو انت جايه يعني تشتغلي الشخص الخاطئ، اسمها ايفون. تمام؟ مش ايفون، مش ايفون. تمام؟ يلا نكمل الحركات بتاعتنا. عندي بقى حاجه اسمها النهايات المعتاده، الكومن سافكس. دي هتساعدك في القراءه والكتابه، هتساعدك في القراءه والكتابه. تمام؟ يلا مع بعض. انا عارف ان انا قلت محتوى علمي كتير جدا، بس هنتدرب عليه ما تخافوش. وانا قلت في اول الحصه دي الاساسيات. طب لو انت خدتها دلوقتي وكتبت ورايا وذاكرتها بس جيت بقيه السنه طنشتها، مش هتستفاد. فهي الفكره، وده اللي انا دايما بقوله، المنهج رائع وجميل، ولكن طريقه تعاملك معاه هي اللي غلط. صح؟ وانا عملت فيديو السنه اللي فاتت وقلت يا شباب منهج اللغه الانجليزيه في الحكومه بيعلم انجلش. فلقيت يعني الفيديو تقريبا جاب 100,000 كومنت حاجه زي كده، وعمالين يقولوا لي ايه
انت بتتكلمي عن منهج تاني، ده مش المنهج بتاعنا، شكلك مش عارفه حاجه. لا انا عارفه انا بعمل ايه. انا بعلم صح الحمد لله، بشوف وشفت نتائج. فانت ما تجيش تقول لي ان ده غلط وانا شفت نتائج بعيني، يعني تجربه عمليه، الدليل العلمي موجود. ايه النتائج اللي طلعت؟ فحضرتك ما تقاوحش كتير في حاجه انت ما تعرفهاش اصلا. اما انت ما تعرفش اسكت، يعني الانسان لا يفتي فيما لا يعني ايه يعرفه. هنا عندي ايه؟ تي اي او ان بتنطق شن، مش احنا قلنا التي اي تنطق شق؟ طيب الاو ان شن، يبقى التي اي او ان النهايه دي نهايه يعني suffix. احنا ناخد حصه كامله على السفكس، تمام؟ يبقى منطقها ايه؟ شن. يبقى لما الاقي كلمه اخرها تي اي او ان اقول شن، ولما الاقي كلمه حد بيقول لي اكتب الكلمه دي، بيقول لك اكتبها، ولقيت ان فيها تي اي او ان هقول شن. يبقى انا مش هبقى انسان بيعتمد على ان انا اقعد اكتب وانا ما بنطقش، هتنسى وترجع تشتكي ان انت بتنسى. انطق وانت بتكتب، وتعامل مع الكلمات كمقاطع صوتيه زي ما بتتعامل مع اللغه العربيه بالظبط. ازاي؟ ان انت خلاص دلوقتي ان شاء الله بقيت مجهز بالادوات الاساسيه، الحركات، المدود، بقيت عارف الاصوات الرئيسيه اللي هتخليك تكتب معظم ان ما كانش كل الكلمات في اللغه الانجليزيه، تمام؟ النهايه الثانيه اس اي او ان بتنطق جن، تمام؟ جن. ف احنا ما قرناش الكلمه الاولى translation. يعني ايه translation؟ الترجمه. طب فين التشن اللي جت في الاخر دي؟ تي اي او ان. يبقى لو حد قال لك اكتب كلمه ترجمه هتيجي تقول له كده ت ر ا ن ترا ا. سامع الصوت القصير الشورت فاول؟ ترا ن س ل اي. تشن بتتكتب ازاي؟ تي اي او ان translation. بس يبقى ما اقعدش بقى احفظ واكتب يا ابني الكلمات دي، والاقي المدرسين اللي بيدوا ابتدائي مثلا والامهات تقعد تقول للطفل اكتب لي الكلمه دي 20 مره عشان تحفظها. مش هيحفظها. هو لو عرف الاصوات وعرف ان هو يقسمها لمقاطع هيحفظها، ومش محتاج يحفظها، هيكتبها من غير ما يحفظها، تمام؟ الطريقه دي خاطئه والله العظيم. انا شفت فيديوز، انا بحب يوتيوب، انا تبع الناس اللي بتحب يوتيوب، انا مش تبع التيك توك. بحاول ان انا اشتغل في التيك توك، فانتوا لو بتحبوني ادخلوا على التيك توك شغلوا لي القناه بتاعتي شويه. ولكن يوتيوب بتاع الناس الكبار اللي زي كده، اوكي؟ فبلاقي يعني فيديوهات معموله ازاي تحفظ الكلمات لطالب ثانوي، الطريقه العالميه لحفظ الكلمات. كليك الاقي اكتب الكلمه 10 مرات عشان تحفظها. ما هذا بحق الجحيم يعني. بس خلاص كفايه، تمام؟ طيب دي اسمها ايه؟ جن. نقرا مع بعض، يلا. حد جاهز يقرا معايا؟ اكس اهي، الاي بنطق ايه؟ اكس مش اكس. يعني عيب لما تقول لي اكسبلوجن، انت كده بدات بحرف الاي، هي اي، تمام؟ يبقى اكس اكس، تمام؟ الاكس يا جماعه، الاكس انتوا عارفين اكيد. اكس وبعدين بلو جن دي هكتبها ازاي؟ اس اي او ان. يبقى لما اسمع جن في اخر الكلمه اكتب اس اي او ان. طيب الكلمه دي او المقطع ده لو لقيت دي لوحدها هقول شور. يعني لو دي كلمه لوحدها هقول شور. هو انت بتحب الانجليش؟ شور. بص اسمع معايا، شور. مش هقول شور، هي لا تنطق او. شور، تمام؟ حلو بالتاكيد. طيب اذا هي جزء من الكلمه بقت مقطع في النهايه، يبقى بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها suffix. المقطع بتاع النهايه اسمه ايه؟ suffix. يبقى لو هي لوحدها هقولها sure، ولكن اذا هي في نهايه الكلمه هقول جر. هقول ايه؟ ج. نقرا مع بعض، يلا. ها، اكس ولا اكس؟ يبقى دي اسمها ايه؟ اكس ولا اكس. وبعدين اختبار الايه؟ يلا بصوا بقى قولوا لي كده انا نطقتها صح ولا غلط. اكسبوجر. نطقها صح ازاي؟ اكسبوجر، تمام؟ طيب مش وانا لازم اقعد اعمل هو انت يا ابني لو ضربت نفسك هيبقى صعب شويه، بس مع التعود هتيجي.
هتلاقي نفسك مش بتعمل منديل ولا زفت. تمام؟ يبقى exposure. يبقى لما اسمع je في اخر الكلمه بكتب SURE. يلا je SURE. اولى ثانوي عندهم قصه جزيره الكنز. القصه دي في منهج اولى ثانوي. طب كنز بقى يعني ايه؟ tray. طب يلا treasure. فين الجر؟ SURE. treasure يعني ايه بقى treasure؟ يعني كنز. طيب عندنا ال TURE تنطق شر زي كلمة صورة. كلمة صورة يعني ايه؟ picture. تمام؟ picture. وانا لسه عامله يعني كومنت كده على الفيسبوك مع بعض الناس، لان في حاجات لغويا غلط وهم مقتنعين ان هي صح. منها ان كلمه انا عايزه اتصور معاك يا ميس I want to take a photo. كلمه take a photo of someone يعني انا اصوره. تمام؟ لكن انا عايزه اتصور بقول take a picture. وعادي ان انت تقول في اللغه العاميه take a picture، وادخل على جوجل ودور، ما تاخدش مني ولا من غيري، لان المجادله كانت ان كلمه take a photo صح وتيك a picture غلط، لان picture هي الرسمه المرسومه وكلمه photo هي الصوره المصوره. الكلام ده صح في اللغه الرسميه، ولكن في اللغه العاميه اساسا الامريكان بيقولوا كده I wanna take a pic. take a pic يعني اتصور. ماشي؟ ما حدش هيقول لك take a photo please، هيضحك عليك، سواء بريطانيا او امريكا. take a picture او take a pic. تمام؟ بيختصروا كلمه picture بيقولوا pic. يبقى تشر بتتكتب ازاي؟ TURE. طيب عندنا بعد كده ABL. النهايه دي لو اتحطت على اي كلمه بيكون معناها قابل لي. تاني، قابل لي. عارف كلمه يستطيع يعني ايه؟ هتقول لي كان، هقول لك صح، شطور. وكمان عندك كلمه able. I'm able to run. انا استطيع الجري بتساوي I can run. تمام؟ يبقى كلمة able معناها يستطيع. لو حطيتها مع أي كلمة بتدي معنى قابل لفعل هذا الشيء. تمام؟ يعني عندي كلمة achieve. يعني ايه achieve؟ من أشهر كلمات ثانوية عامة، يحقق. طب ايه رأيك في achievable؟ شيل الإي بقى دي، شيل الإي يبقى ايه؟ achievable. achievable يعني قابل للتحقيق. يعني واحد يقول لي ميس وانا اقدر اجيب 95%، اقول له it's very achievable. يعني ايه very achievable؟ achieve يعني يحقق، والاي بي ال معناها قابل ليه، يبقى قابل للتحقيق. تمام؟ يبقى الاي بي ال في نهايه الكلمه بتخلي الكلمه يبقى معناها ايه؟ قابل ليه. عندك كلمه value اخرها ايه؟ يقدر او قيم. طب valuable قيم او غالي الثمن. تمام؟ يبقى value يقدر او يقيم، ولكن valuable غالي الثمن. تمام؟ طيب available متاح تبع الكلمات. available. طيب الاو يو اس تنطق اس، زي كلمه ايه اللي عارفينها من وانتوا بيبيهات؟ dangerous. يعني ايه dangerous؟ خطير. شيل الاو يو اس هتلاقي عندك كلمه danger الخطر، ولكن dangerous خطير. فالاو يو اس دي تجعل الكلمه تحول الى صفه، والكلام ده هنقوله في الحصه بتاعه السافكس والبريفكس. فلما اقول لك الاسد حيوان خطير، يلا ترجم معايا. The lion is a danger ولا dangerous animal؟ dangerous. ليه؟ انا بصفه، اذا هتنتهي ب OUS. تمام؟ يبقى dangerous. famous يبقى اس اللي في الاخر دي تكتب ايه؟ OUS. يبقى لما الاقي صفه تنتهي بهذا الصوت اس هكتبها OUS، زي dangerous، زي famous، زي fabulous اللي هو شيك. تمام؟ طيب عندنا الاي ار والاو ار دي اسمها اسم الفاعل من الفاعل. يعني مثلا كلمة play يلعب ER player. طيب act يمثل OR actor. تمام؟ يبقى actor player.
ملحوظه صغيره لاصدقائي الذين يعتقدون ان لو انت قلت اكتا وبلايا انت بتتكلم بريتش اكسنت، انت بتخلي الناس تضحك عليك اصلا. ليه؟ لان انا لاحظت ان في ناس مقتنعه ان البريتش اكسنت اللي هي اصلا لهجه ليها لهجات جواها. يعني انا اعرف ناس في بريطانيا، ناس في لندن بتتكلم غير الناس اللي في شمال لندن او شمال انجلترا في يورك مثلا، مدينه مشهوره. واعرف ناس في الجنوب في مدينه اسمها كورنوال جنوب انجلترا، الثلاثه بيتكلموا غير بعض اساسا. فانت جاي اختصرت اللهجه البريطانيه كلها ان انت تقول اكتا اي هاف ا كار، يبقى انت كده بتتكلم بريتش اكسنت. خليني ساكته، الاكسنت ده حوار تاني لوحده. تمام؟ طيب الاي يو جي اتش والاو يو جي اتش ينطقوا اف او اوف. الاي اف والاو اوف. يميز حرف الاوف ده الفاء ده جه منين؟ ما هي المقطع ده على بعضه اي يو جي اتش او يو جي اتش. نقرا مع بعض. اف هتتكتب ازاي؟ اي يو جي اتش لاف. طيب الاو يو توف. توف يعني قوي، لاف يعني يضحك، ونوف انوف يعني كافي. تمام؟ طيب الاي جي تي، الاي جي اتش تي، اي جي اتش تي تمام، تنطق ايت. وده طبعا تبع السايت ووردز او الحاجات اللي انت بتتعلمها بالصوت، ان مفيش حرفين صوتيين. هو انا ليه قلت اي هنا؟ عشان الاي جي اتش تي تنطق ايت. طيب يلا نقرا مع بعض. ايت، اي جي اتش تي تمام. نايت يعني لو انا عندي كلمه اخرها هذا الصوت ايت اكتب اي مش تي، اي جي اتش وبعدين تي. تمام؟ طيب نقرا كده مع بعض. اقري كده يا رحمه. طب اللي بعدها يتخانق. يتخانق يعني ايه؟ تمام؟ يبقى لو انا لقيت كلمه اخرها ايت هكتب ايه؟ اي جي اتش تي. تمام؟ طيب طبعا عندي الاي ان سي اي والاي ان سي اي شبه بعض شويه. باي، مين هيعرف ينطق التي اي في وسط الكلمه؟ ها؟ تنطق زي ايه؟ ش. يبقى باي ش زي حرف الشين. patience الصبر. confidence الثقه. تمام؟ confidence نكتبها ازاي؟ اي ان سي اي. تمام؟ يبقى انا عندي confidence يعني الثقه. confident واحد واثق في نفسه، وادي الصفه طبعا هناخدها برضو في الحصه الجايه. تمام؟ يبقى احنا كده يا جماعه اخدنا الشورت فاولز الاصوات القصيره، واللونج فاولز الاصوات الطويله، خدنا الدايجرافز الاصوات الثابته، خدنا الدايجرافز اللي هي صوتين عاديين تو كونسونانتس لما بيقفوا جنب بعض بيعملوا لي صوت مختلف تماما، زي التي اتش تنطق ث او ذ، البي اتش تنطق زي الاف ف. تمام؟ زي كلمه elephant اللي كنتوا بتاخدوها وانتوا صغيرين. تمام؟ طيب وكمان اخدنا النهايات المعتاده الكومن سافكسز اللي هتخلينا نكتب كل الكلمات واحنا عارفين. لما تسمع تشن تكتب تي اي او ان، لما تسمع جر تكتب اس يو ار اي، لما تسمع شر تكتب تي يو ار اي. تمام؟ حلو. دلوقتي طبعا في ناس بنصحهم ان هم قبل ما يعملوا تيست او قبل ما يختبروا نفسهم معايا يرجعوا يعيدوا الفيديو تاني. ويا ريت ان انت تعيد الجزء اللي انا قلته ده كله تاني يا مس مي، احنا بنزهق يا مس مي. يا سلام، يعني انتوا لما يعدي عليكم كده شورت على التيك توك تقعدوا تتفرجوا عليه وتقولوا ها الدنيا هتحلو، هناكل في سوشي في الجو، نقعد نتفرج عليه عادي. يعني انا بشوف التيك توك في مصر عباره عن ايه؟ عباره عن اشخاص بتقول نفس المقطع بس الناس مختلفه. افتح كده الاقي الناس كلها عماله تقول الدنيا هتحلو وناكل سوشي في الجو، بس هنا ولدين وهنا بنتين، بس هو ده الاختلاف. استفدت ايه؟ انا ما اعرفش يعني. ومين اللي بيكمل المقطع ده للاخر عشان يجيب مثلا 10 مليون لايك؟ انا برضو ما اعرفش. بيجيبوا صبر منين؟ انا بزهق. باي باي. مش كل شويه هسمع عن الدنيا بتحلو. ولكن لما الاقي مثلا، وانا التيك توك بتاعي هتلاقي كله محتوى كده، ناس بتتكلم عن نطق كلمات، ناس بتتكلم عن كلمات ومعانيها، كلمات متقدمه، بسمع. انا عايز استفيد يعني. انا كفايه يا جماعه يعني الحياه مش ناقصه ان انا اضحى في حاجات متخلفه. فلو انت بقى شايف ان انا مش هعيد الفيديو يا مس مي عشان انا زهقت، لا، لو انت ضعيف جدا والكلام ده اول مره تسمعه عيد الفيديو، عيده عشان خاطري، عشان خاطر نفسك، والله عشان خاطر نفسك. تمام؟
ويا ريت تعيده مش في نفس اليوم. يعني اقفل دلوقتي ما تاخدش الاختبار. لو انت اول مره تسمع الكلام اللي انا قلته ده ما تاخدش الاختبار. اقفل، تعالى بكره عيد الفيديو وخد الاختبار، هتلاقي نفسك جامد وهتنبسط من نفسك قوي. طيب لو انا مش اصلا عارف الكلام اللي انت قلتيه ده كله، او يعني اغلبه انا عارفه وفي حاجات بس ما كنتش عارفها، لا ادخل معايا الاختبار يا جامد بقى. ادخل معايا بقى ونشوف هتعملي ايه. هتدخلي الاختبار؟ ما نشوف رحمه هانم هتعمل ايه. يلا جاهزه؟ تيست يور سيلف. اختبر ايه؟ نفسك. تفتكري يا رحمه هيختبروا نفسهم ولا هيجوا بكره؟ لا هيجي بكره، نو شيم، ليس هناك اي نوع من انواع الخجل. تعالى بكره عادي. اول حاجه هنعمل اختبار في القراءه. It's a reading test. It's a reading. بصوا بقى، بصوا يا رحمه، كلمه ايه دي؟ ها يا رحمه، تيست ولا تاست؟ طب ولا تيست؟ هفتح قوي هقول تيست. انا عندي تيست. طب اقول يا رحمه انا عندي تيست بكره عشان تعلمي تبقي بنت دلوعه، عشان انت لو ما اتكلمتيش كده تبقي بنت مش دلوعه. تمام؟ بس لكل البنات الدلوعين اوت ذير لو سمحتوا قولوا ايفون مش ايفن، عشان انت كده تبقي دلوعه وغلط يعني. ف تيست، اختبار. يلا مين؟ ها؟ هتقدري، جربي. طيب اول حاجه نقسمها حته حته. السي دي هنطقها ك ولا هنطقها اس؟ ها؟ سيبيها، اعملي ستوب بس سيبيها. عشان كده قلت الناس اللي اول مره تسمع الكلام ده تعيد الفيديو ايه؟ مره تانية. فاكره يا رحمه يا اموره لما انا قلت اللي بيخلي السي تنطق زي الاس 3 حروف مين؟ الاي والاي والايه؟ دول اللي بيخلوها ننطقها زي ايه؟ سي، صح؟ يلا تاني نعيد تاني. يلا دي ايه؟ سين ولا كاف؟ كاف. ليه؟ حلو. طيب فاكره يا شطوره لما قلت لك الاي يو بتنطق زي حرف الميم؟ زي ايه؟ زي الاو. اهي قاعده معايا اهي ونسيت، عشان كده قلت لو انت ما سمعتش الكلام اقفل وعيد الفيديو تاني لان انت كده هتكون لسه مش سامع معايا. تبقى تنطق زي الاو. يبقى كده اقري معايا كده كو. طيب فاكره يا شطوره لما قلت لك التي اي تنطق زي الشق؟ يبقى كو ش، والاو يو اس تنطق اس، يبقى كوشس. الامريكان بيفتحوا الاو دي شويه، فالامريكان هتلاقيه بيقول لك كاشس، لكن البريتش هيقول لك كوشس. تمام؟ يبقى السي نطقناها كي، ده ميس مي قالت لنا الكلام ده، والاي يو نطقناه او الله، والتي اي اتنطقت شق، والاو يو اس نطقت اس عشان في نهايه الكلمه بنطقها زي اس، يبقى كوشس. كوشس بقى معناها ايه؟ معناها حذر، شخص حذر. تمام؟ طيب الكلمه اللي بعدها جاهزه؟ يلا. الاي يو تنطق ايه؟ او. طب والتي او؟ تو، يبقى اوتو. ودي ايه؟ اوتو نو. الاو يو اس تنطق ايه؟ اس، يبقى اسمها اوتونومس. اوتو كانك بتقول كلمه اوتو اهي، اوتو وبعدين هنقول نو. عارف كلمه نو؟ اوتو نو وبعدين هقول ايه؟ واخر حاجه ايه؟ اس. طب الاس هكتبها ازاي؟ الاس لما تسمعها في نهايه انهي كلمه، اي كلمه انت اكتب او يو اس. زي كلمه دينجر اس اللي انت واخدها من وانت بيبي، صح؟ يبقى دينجرس اخرها او يو اس، يبقى اوتونومس. اوتونومس معناها اوتوماتيك، يعني ذاتي التحرك، ده اسمه اوتونومس. تمام؟ طيب يلا دي هنطقها اس ولا كي؟ شطوره. يبقى ده حرف ال، ده ال، يبقى كلو. حلو. انت بقى فاكره الاس يو ار اي تنطق ايه؟ لا، جر. ما انا قلت لو جت لوحدها هنطقها شور، بس لو جت كنهايه هنطقها جر. يبقى نقرا مع بعض كلوجر. اقرب لكلمه كلوز يعني ايه؟ يغلق. طب كلوجر النهايه او الاغلاق. طيب يلا يا رحمه يا اموره، الكلمه دي عندكم في ثالثه ثانوي في القصه. يلا نقرا مع بعض.
لا انت قلتي بي، فتحتي ليه؟ هو حرف الاي بيفتح؟ لا. حرف الاي ده بيكسر. اكسري. فيشن. برضه بتفتحي. اكسري حرف الباء. بي. فيشن. ام بي. فيشن. طيب وده شن، يبقى ام بي شن. ام اي ام ام، وبعدين بي اكسري. رحمه كانت بتفتحها، مش فاهمه ليه؟ عشان هي مش متعوده، عشان كده قلت اتفرجي على انت تتفرجي على الفيديو ده 3 مرات. بكره هسالك عليه. بس حرفيا هيفرق مع نطقك وتغيير كل حاجه فيكي يعني. طيب ام بي كسرت، تفتحوش زي رحمه الوحشه. ام بي، واخر حاجه شن. عارفين رحمه كانت بتقول ايه؟ شان. بتفتحي ليه؟ شن، قولي شن. يبقى امبيشن. امبيشن معناها الطموح. تمام؟ طيب يلا مع بعض، يلا يا رحمه. السي دي هننطقها ايه؟ اس ولا كي؟ يبقى ك. تمام؟ كاني بقول ك. كر. كر. عارفه كلمه ياكل يعني ايه؟ ايت. تمام؟ ايت. شطوره. يبقى كر. الاي ايه هتنطقها اي. كري. طب التي يو ار اي تنطق ايه؟ شر. يبقى كريتشر. عارفين بقى انا بسمع ناس بتقول لي ايه؟ كريتشر. 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 زي ما بتنطقها زي ما بتكتبها. لو انت اصلا عارف نطق الحروف، لو انت عارف نطق الحروف، مش كده بقول لكم كل حاجه بترجع للنطق يا جماعه. دي التاسيس، ده الاساس. كريتشر. تاني يا شباب، تاني. لو لقيت نفسك معرفتش ال5 كلمات دول، مشكلتك انك ناسي كم المعلومات اللي اتقال. عشان احل المشكله دي عيدي الفيديو تاني، عيدي الفيديو تالت. انت لو قعدت على الفيديو ده اسبوع مشاكلك مع الانجليزي هتتحل. يعني انت لو عدت الفيديو ده 3 مرات وفي كل مره سمعت ونطقت ورايا، مش هيبقى عندك اي مشكله في الانجليزي نهائي. تمام؟ تمام ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. ندخل بقى في السلايد اللي بعدها. يلا جاهزه تقري تاني؟ جاهزه توريهم الشطاره؟ يلا. ك او ش س. كوشس. يعني ايه كوشس؟ حذر، شخص حذر. والامريكان بيقولوا كاشس. تمام؟ تمام، لان الامريكان بيفتحوا الاو شويه. طيب يلا. او تو نو مس، يبقى اوتونومس. شطوره. مين شطور زيها يا جماعه كده؟ مين شطور؟ عشان انت يا رحمه ما كنتيش بتاخدي عندي درس يا رحمه، ما انت غلطانه يا رحمه برضه. يعني انت قاعده معايا في نفس المدينه وسايباني، كان زمانك دلوقتي خسارتك. طيب اللي بعد هنطقها سي ولا كي؟ كي. يبقى كلو. ها؟ شر. الله اكبر، الله اكبر. كلوجر. كلوجر شبه كلمه ايه يا رحمه؟ كلوز. يبقى كلوز يغلق، كلوجر النهايه او الاغلاق. طيب اللي بعده ام بي ولا ام بي؟ بي. ام بي عشان الاي بتكسر. ام بي شر. شن. شطوره. طيب اخر حاجه كر اي تشر. كريتشر. كر اي. ليه قلت اي؟ عشان الاي بعدها ايه؟ ايه كم حرف صوتي؟ 2. يبقى كريتشر. فين التشر دي؟ جت منين التشر دي؟ التي يو ايه؟ ار اي. ده اختبار القراءة. لو انت قريت الكلمات دي انت تدي نفسك كام؟ 5 من 5 وايه؟ وستار. وتقول لنفسك انت برافو عليك. واتمنى ان انت دلوقتي وانت بتنطقهم تبقى عارف ليه قلت كو عشان الاي يو، ليه قلت شق عشان التي اي. تمام؟ يبقى cautious, autonomous, closure, ambition, creature. تمام؟ يلا الاختبار اللي بعده. اختبار الكتابة. رحمة ما هتتكسي تطلع قدام الكاميرا، تتكسي ولا تطلعي؟ خلاص مش مشكلة، خليها. طيب أول حاجة عندنا كلمة أصلي، هي original، وفي كلمة تانية اسمها authentic. authentic. يلا نكتب مع بعض authentic. اسمعني تاني
او. ها اكتب ورايا. ث. مين الحرفين اللي بيعملوا ث؟ جربي تكتبي. او. في حرفين كده في اول الكلمه بيعملوا صوت الاو. ث. وبعد الث ركزي بقى معايا. ان. مش ان ولا وثن. ركزي بقى معايا. مركزه. تيك. انا عايزه الحرف اللي بيكسر بعد التي. تيك. اوثنتيك. مين اللي كتبها؟ اللي بعده. مشاعر اسمها، اكتبي معايا. ركزي. ده مش حرف مو. مين الحروف اللي في نهاية الكلمة بتعمل شن؟ ايموشن يعني ايه؟ المشاعر. تمام. طيب سرور دي كلمة سهلة وصعبة في نفس الوقت. يلا. به اللي بيحرك المنديل. بلاي. الاي دي تريك شوية لأن هي اي بعدها حرف تاني مش اي بس. بلاي. طيب ايه هي النهاية اللي بتدي الصوت ده؟ جر. pleasure. لما تقول واحد مع كامل سروري تقول with pleasure. يعني ايه بقى with pleasure؟ مع كامل سروري. يبقى السرور معناها pleasure. تمام. الكلمة الرابعة استنتاج. دي من كلمات منهج ثالثة ثانوي. كون. في حرف كده له صوتين اس وسي. ها فاكرينه؟ كون. ك اون. طيب كون. كلو. واخر صوت جن. conclusion. جن. طيب اخر حاجه كلمه خشن معناها rough. off. في 4 حروف قلت لك ركز بيعملوا يا اما اف يا اما اوف، وهما اصلا ما فيش حرف اف في الموضوع. تمام. في حروف قلت لك بتعمل شبه كلمه يضحك لاف، او شبه كلمه كافي الناف. مين هي الحروف دي؟ طيب الناس اللي كتبت استعدوا بقى دلوقتي عشان هنشوف مع بعض وتقول لي تقييمك لنفسك ايه. وانا عايزه في الكومنتس تقول لي انت جبت كام من امتحان الريدنج، وتقول لي في الكومنتس جبت كام في امتحان الرايتنج. ها وتاني لو انت لقيت نفسك ان المعلومات دي كانت كتيره عليك وانت مستوعبتهاش كلها، الفكره مش ان انا مش شاطره ولا انت مش شاطر لا قدر الله، معناها ان انت اول مره تسمع الكلام ده، فبالتالي محتاج ان هو يتكرر لك اكتر من مره. ولو انا لقيت ان انا بس سمعته قبل كده بس في حاجات اول مره اعرفها، ده حلو جدا، اديك عرفتها. تمام. فمش محتاج تكرر الفيديو. اوكي. طيب رحمه الشطوره جابت 3 من 5. برافو يا رحمه. لو انت جبت 3 من 5 انت شطور وانا هقول لك برافو، بس يعني مع الممارسه ان شاء الله هتبقى اشطر واشطر. تمام. لو انت جبت 4 أو 5 من 5 انت حبيبي طب انت مش هيبقى عندك اي مشكله في الكلمات ان شاء الله، وانا متاكده ان انت بتحب الانجليش. طيب يلا يا جماعه بقى نكتب مع بعض. اول كلمه كانت كلمه authentic، يلا نكتبها. الاو يعني ايه؟ ايوه، ورحمه الشطوره جابتها صح. او بعدين ث يعني ايه؟ TH. بصوا بقى رحمه غلطت في ايه؟ رحمه راحت قالت اوسن. دي اي. الاي بتكسر عامله زي الكسره اي. تمام. مالناش دعوه بيها، محدش يتريق عليا. شو الميس تقول اي يا نط بعلمك. تمام. طيب انا بقى قلت ايه؟ قلت اوسان. TH. بص كده حرف الاي اوسان، وبعدين تيك اهي اي اوثنتيك معناها اصلي. تمام. طيب كلمة مشاعر رحمة كتبتها غلط عشان رحمة عندها مشكلة ما بين الاي والاي. صح يا رحمة؟ بصوا يا جماعة تاني، الاي بتكسر، الاي بتفتح. اي لو انت سمعت هتقول اي ده اي، لكن الاي فانا لما جيت انطق الكلمة دي يا رحمة قلت ما قلتش ما قلتش ايموشن، قلت وبعدين قلت مو. رحمه كتبت الباقي صح.
ايمو. وطبعا رحمه عشان هي شطوره عارفه ان شن بتتكتب ازاي، T-I-O-N. فراحت رحمه كتبت ايموشن. حفظتها رحمه؟ لا، كتبتها بودنها. شطوره يا رحمه. طيب اللي بعد سرور. انا قلت بح فده تمام، بلا. المشكله في الكلمه دي ان المفروض الاي ايه تنطق اي، بلي تمام، ومفيش غلط لو انت قلت بليجر، مش مفيش غلط، ولكن هما معتادين هما يقولوا بلا، يعني هما تجاهلوا الصوت ده ونطقوه كانها اي بس، بلا. وبعدين قلنا جر بتتكتب ازاي؟ S-U-R-E. كتبتيها صح دي صح؟ pleasure. جر بتتكتب ازاي؟ S-U-R-E. طيب عندنا كلمة استنتاج يعني ايه؟ عارف كلمة on؟ يبقى كون الأو هنا سخيفة شوية. الأو هنا عبارة عن يو تمام؟ الأو دي هي أو لأن ال يو تنطق لو تمام؟ ال يو تنطق ايه؟ لو. يعني لو لقيت ال اي في وسط الكلمة هنطقها لو. كونكلو. طيب آخر مقطع كان ايه؟ جن بيكتب ازاي؟ S-I-O-N. conclusion مش T-I-O-N، S-I-O-N عشان انا قلت جن، لكن ده ايه؟ شن تمام؟ طيب اخر كلمه بقى كانت صعبه شويه على رحمه، دي كتبتها غلط خالص، ذبحتها تمام؟ انا قلت لك كلمه يضحك يعني ايه؟ انت حافظها لاف صح؟ ساعتها قلت لك ركز معايا في المقطع ده، الاي يو جي اتش هنطقه اي اف. طيب الاو يو جي اتش هنطقه او اف. طيب كلمه خشن يعني ايه؟ حرف الار. اف. هل هي ايه ولا هي او؟ يبقى او. طب الاقي او اف في الاخر، مستحيل كلمه في اللغه الانجليزيه تنتهي باو اف تمام؟ ف هنطقها ايه بقى؟ او يو جي اتش. يبقى دي اسمها ايه؟ رف. ودي اسمها ايه؟ لا. انطقي بقى لاف. والله العظيم هتتضربي على فكره. اي حد مش بينطق هيتضرب، ما يعرفش ازاي بس هو هيتضرب، لان انتوا بتيجوا كده. فانا بتمنى ان كل الامهات تساعدني في الموضوع ده وتقعد بشبشب تقول لا سوري يا جماعه، لا خلاص احنا ضد العنف، احنا تربيه ايجابيه كده وكده. طيب authentic emotion. يلا play جر، تبقوش زيها وحشه. play جر. مين اللي عمل جر؟ الاس يو ار اي جر. طيب conclude يلا. جن يا ماما T-I-O-N. حسبي الله ونعم الوكيل، اوعى حد يبقى زيها. conclusion. لكن دي اسمها ايه؟ يلا قوليها 50 مرة، 50 مرة بس يلا. اقعدي كده 20 مرة، مليون مرة. بالنسبة لك انت 5 مليون مرة. بصي يا رحمة، هو انا بنصح الناس تتفرج على الفيديو ده مرتين بس في حالة ان انت صديق رحمة او تقرب لها، فانا بنصحك طبقا للابحاث، يعني مع كامل الاحترام والله لعيلتك، يعني تتفرج عليها على الفيديو ده مثلا 50 مرة اقل واجب، 50 مرة وكأنك خدت كورس انجليزي، بلاش تمام؟ طيب اخر حاجة ايه يا رحمة دي؟ ف تبقى رف. اسمها ايه بقى؟ رف يعني ايه؟ مش الرف اللي بتحطي عليه حاجات، رف يعني خشن. شطورة. طيب ويلا يا شباب بقى، خلاص الحمد لله خلصنا محتوى الحصة التأسيسية الأولى، القراءة والكتابة reading and spelling تمام؟ reading عشان محدش يزعل مني and spelling تمام؟ وانا بقول كل كلمة بالانجليزي بقول معناها بالعربي، فانا مش فاهمة مين اللي عايز يتعلم انجلش من غير ما يسمع ولا كلمة انجلش. يعني انت قولي قراءة وكتابة، لكن هتقولي reading وسبيلنج هنزعل منك قوي.
ده انجليزي يا جدعان، ده هقول لك قراءه وكتابه يبقى انا بعلمك عربي. reading and spelling، قراءه وكتاب بس، موضوع بسيط. الحاجات اللي خدناها النهارده عشان نتعلم نكتب ونقرا اي كلمه صح. وتاني، في بعض الناس هتضطر ان هي تتفرج على الفيديو ده اكتر من مره، خاصه اذا مش متاسسه كويس، ومنهم رحومه الاموره. تمام؟ اتفرج عليه اكتر من مره عشان نتاسس كويس. تمام. موضوع بسيط جدا، هي الفكره بس ان انت يعني محتاج تعدي عليه اكتر من مره، ده بس كل المشكله. اوكي؟ طيب، short vowels الاصوات المتحركه او الصوتيه القصيره. long vowels الصوت الطويل اذا وجد حرفين متحركين في نفس الكلمه وينطق كاسمه. الاي بتنطق اي، الاي بتنطق ايه، الاي بتنطق ايه، اليو بتنطق يو، والاو بتنطق او. تمام؟ طيب، الدايجرافز الحروف الثابته التو كونسونانتس لما بيبقوا مع بعض بيعملوا صوت مختلف، زي التي اتش يا ده. البي اتش اف بينطق زي كلمه elephant بي اتش. عندنا مثلا الاس اتش شق، دي كده اسمها ايه؟ دايجرافز. واخر حاجه خدنا الكومن سافكسز، يعني النهايات المعتاده، زي الاو يو اس في اخر الكلمه تنطق اس، زي كلمه dangerous. قلنا ان الاس يو ار اي اذا هي كلمه هقولها شور، ولكن اذا هي نهايه في كلمه هقولها ايه؟ جر. والتي يو ار اي شر. طيب، عندي مثلا التي اي او ان شن، طب الاس اي او ان جن. بالطريقه دي انا اكون اتعلمت كل النطق اللي يخليني اكتب واقرا كويس جدا جدا انجلش، وما اتعبش في الحفظ، ولما احفظ الكلمات تثبت وما تتوهش مني. تمام؟ طيب، وبس كده يا حلوين. we are done for the day. thank you. يعني خلصنا المحتوى بتاع اليوم الاول اللي بنتعلم فيه ايه؟ reading and spelling بكل قوه كده وبكل حماس. وهقول لكم it's the end. يعني ايه the end؟ يعني النهايه. تمام؟ ولكن دي مش نهايتنا مع بعض يا جماعه، احنا هنشتغل ان شاء الله سنه كامله مع بعض. 2025 سنه دراسيه للمراحل الثانويه، الصف الاول الثانوي، الصف الثاني الثانوي، الصف الثالث الثانوي، وهنشتغل مع بعض محتوى جامد جدا لتعليم اللغه الانجليزيه لكل الناس، مش بس المراحل الثانويه اللي هنشتغل مناهجكم ونخليكم تمام على قناتنا هنا على اليوتيوب، قناه مور انجلش، اللي ان شاء الله باذن الله يعني هنتطور ومفيش حد كبير على العلم، وهنفضل نتعلم ونغير ونشتغل مع بعض، وان شاء الله يا جماعه نكون صفحه نافعه وتقدم محتوى نافع ليكم ومحتوى مفيد وجميل، وتحبوا الحصص بتاعتنا وما تبقوش متضايقين من الحصص بتاعتنا. وطبعا يا جماعه احنا بنشتغل في سناتر العاشر من رمضان، وكمان السنه دي هننزل القاهره والجيزه. فلو انت حابب تكون واحد من طلابنا للصف الثالث الثانوي ثانويه عامه، ممكن تشوف ان شاء الله الفيديو اللي هنعمل فيه عن السناتر وتشترك معانا. الى جانب ان احنا عندنا منصه مور انجلش اللي بنشتغل فيها مناهج اولى وثانيه وثالثه ثانوي. واستنوا تفاصيل الشغل الاونلاين، لان السنه دي عاملين شغل مختلف تماما عن اي حد، هيعجبكم جدا ان شاء الله وهيفرق معاكم في حياتكم مش بس في الدرجات الماده. ف I am grateful for having you for the day. It's the end, not the end of us, it's the end of the session. تمام؟ see you in another video. Bye.